ازيك يا دكتور؟ الحمد لله عامل ايه؟ تمام الحمد لله. عايزين في الفيديو ده كده يا دكتور نتعرف عليك بسرعة. نوروني ماشي اتفضل. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. عرفنا يا دكتور ان انت كنت الاول على الدفعة. عملتها ازاي؟ والله هو الموضوع جه كده يعني انا الحمد لله خدت الثانويه الازهريه سنه 2000 وانا اصلا كنت مقيم في محافظه المنيا. بعد كده طبعا كليات الازهر بتبقى يا اما في القاهره يا اما في اسيوط، فانا جيت القاهره. طبعا كان الموضوع جديد عليا وطبيعي اللي بيجوا كليه الطب بيبقوا دايما الاوائل، فالمنافسه بتبقى شرسه شويه. انا بصراحه ما كانش في دماغي الموضوع، انا دايما يعني في عادتي ما بحبش ان انا اقعد اسابق حد او ادخل نفسي في سباقات واوتر نفسي، احب اجتهد واعمل اللي عليا وخلاص. فاحنا كان عندنا في الكليه يعني سنه اولى وثانيه كانوا في زمان كانوا مرتبطين ببعض، يعني بتمتحن بس في اولى اعمال سنه وفي سنه ثانيه الامتحان الكبير لكل المواد مع بعض عشان هم نفس المواد متقسمين على السنتين. فانا عادي في سنه اولى ما كانش في عندي يعني، ما كنتش حاسس عادي بذاكر زي الناس وفي امتحانات بدخل امتحانها وخلاص، ما كانش في نتيجه بتظهر ولا حاجه. طبعا كنت قاعد في المدينه الجامعيه فكان عندي مشاكل شويه ان انا مش متعود ان انا اقعد في مكان مع ناس غريبه عني وبتبقى اوضه يعني فيها كذا واحد وكده. ففي الاول ما كنتش عارف ازاي امشي في الكليه، طبعا كل حاجه انجليزي انت مش متعود على كده، مصطلحات جديده عليك الكلام ده. بس هو طبعا كان ده على الناس كلها، ودي حتى الحاجه اللي عايزين نقولها ان انت دايما ما تفتكرش ان انت الوحيد اللي عندك المشكله او انت الوحيد اللي عليك الحاجه الصعبه، لا، الناس كلها محطوطه في نفس الموقف، عشان كده ركز مع نفسك ان شاء الله هتلاقي الموضوع مفيد. حصل في امتحانات سنه ثانيه انا اتعودت دايما ان انا ما كنتش عارف اذاكر ازاي او اعمل ايه في الكليه، فاخترت لنفسي ان انا كنت بروح الجامع بتاع المدينه الجامعيه ده دايما اقعد فيه، ودايما انام بعد العشاء واصحى الفجر، كان دايما مواعيدي كده ان انا ايه بنام بالليل كويس، لازم اخد وقت من النوم كويس واصحى بدري اذاكر شويه بتوع الصبح دول كانوا بيفرقوا معايا. والحمد لله جيت في اخر سنه ما ظهرت النتيجه اكتشفت ان انا الاول، يعني كنت شايف ان انا بذاكر اقل من الناس وناس كتير احسن مني والكلام ده، ففوجئت ان انا الاول. طبعا هو تحس ان هو طريق ما دام بدات الموضوع بيبقى اسهل شويه بعد كده، خلاص هي بقى سبحان الله مشيت في السنين كلها لغايه ما خلصت في سنه 6 وانا الاول. ازاي بقى سبحان الله يا جدع انا الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة بقى يا دكتور لتخصص العيون، هل انت كنت مختاره يعني او كنت عايز التخصص ولا جه صدفة برضه؟ والله الموضوع نقدر نقول ايه يعني جه في اثناء فتره الامتياز، احنا لما بنخلص الكليه طبعا عشان انا الاول كان عندي فرصه ان انا اختار التخصص اللي انا عايزه. انا من الاول ما كنتش حابب تخصص فيه يبقى ستريس عليا، كنت عايز لايف ستايل هادي شويه، ما يبقاش عندي طوارئ نبطشيات رعايات، حاجات ممكن يبقى يعني اشوف مناظر او حاجات تضايقني او كده على البيت على المرضى وكده يعني. واحنا في الامتياز كان قدامي كذا فرصه ان انا اختار حاجات اتعلمها يعني، فانا اخترت حاجات زي الرمد انف واذن، فكرت في الاشعه. طبيعي الاول بيختار دايما يا قلب يا رمد في اغلب يعني كليات الطب في مصر، بس انا القلب شويه يعني كان عندي عليه تحفظ، انا مش عايز يعني ادخل تخصص يجي المريض فيه يا دكتور يقول لي قيس لي الضغط، انا اصلا من ضمن الحاجات اخترت عشان الرمد مش عايز الموضوع ده، مش عايز اعمل حاجات تبقى تهيؤات يعني تعتمد على سمعي تخميناتي افكاري، كنت عايز حاجه اشوفها بعيني فعلا. فحبيت ان اختار حاجه جراحه. فرمد طبعا لما حضرته في الامتياز كان كمان معايا ناس ساعدتني كتير في الاول وكده فحببتني في الموضوع، فقعدت فيه تقريبا اكتر من 10 شهور من السنه بتاع الامتياز بحضر رمد بس، فكنت مبسوط بقى وقررت خلاص ان انا هكمل في ان شاء الله في موضوع الرمد ده وكده، والحمد لله بقى انا بقى هو كتير فيه يعني. سؤال بقى يا دكتور، اكيد السؤال ده زهقك يعني واتسألك كتير. ليه لابس النضارة؟ ما عملتش ليزك بقى هو فعلا سالته كتير. بص هو انا ممكن في الاخر يعني اقول انا خلاص والله يا جماعه جيت اعمل الاشعه ما نفعنيش الليزك ورايح نفسي من الموضوع، بس الحقيقه مش هو ده الكلام، انا اصلا ما فكرتش يعني انا ما عملتش حتى الاشعه لنفسي ولا اي حاجه، لان انا عندي قناعه يعني ان الليزك عمليه تجميليه يعتبر بديل، يعني دلوقتي انا ممكن البس النضاره ممكن اعمل ليزك، خلاص انا اخترت ان انا البس النضاره، فلان اختار انه يعمل العمليه. انا من زمان بلبس النضاره من تقريبا وانا في اولى ثانوي، اتعودت على شكل بيها حفظتها، انا غاوي كمان ان انا اجيب اشكال غريبه وكده، زي مثلا فكره الساعه، انا بلبس ساعات الكلاسيك، هل معنى اللي بيلبس السمارت ووتش ده راجل غلطان او انا الغلطان؟ لا، دي اختيارات، فمش دايما باب النجار مخلع معناه ان هو مش عارف يعمل باب، يعني عادي ممكن يكون مخلع عشان هو عايز كده، فانا بحب كده، دي هويتي كده واخترت كده. لكن انا مثلا قرايبي اخواتي اعمل لهم ليزك عادي، فالموضوع ملوش دعوه ان انا قلقان من العمليه او من نتيجتها او كده، هي موضوع حاجه شخصيه اختيار شخصي بحت يعني. يعني يا دكتور دلوقتي لو حد جه مثلا وعايز يعمل العمليه ولابس تمام. نضاره، انت ممكن تقول له لا ما تعملش عمليه بص هو بيحصل ايه لو هو جاي عايز يعمل العمليه، خلاص هو كده الشخص اختار وعنده مشكله نفسيه مع النضاره، بنوجهه بقى لانهي نوع يناسبه او هي ما تناسبوش ولا لا من الاول. طيب في شخص بقى جاي يعمل نضاره اصلا، بعد ما يخلص النضاره يقول لك يا دكتور طيب ايه رايك يا دكتور اعمل العمليه؟ انا بساله على طول كده انت عايز تعمل عمليه ليه؟ بيقول لي والله يا دكتور سمعت انها احسن، اقول له لا مش احسن هي بديل، فلو انت هتعرف تلبس النضاره خلاص مش لازم تعملها، لكن لو انت مش هتلتزم بالنضاره انت كده هتاذي نفسك فنعمل العمليه. فالموضوع في الاخر برضو انا بنصح العيان بالحقيقه، يعني بقول له ايه ان هي في الاخر بديل، هي مش يعني مش حل سحري هيخليك ايه تبقى احسن من النضاره، هو بدل النضاره، فلو انت مش هتعرف تلبس النضاره اعمل العمليه، بس هو الاختيار كده يعني. تمام. لكن نظرك يا دكتور كويس دلوقتي. الحمد لله. طب يا دكتور يعني عايزين ندي لك حاجه كده ممكن تخليك يعني تحسن النظر شويه وتخليك مع الوقت تعمل نضاره. ماشي ده ايه دي يا عم ايه دي نظر عشان يعمل نظر. طيب ما ده بقى من الايه يعني نقول ايه من الشائعات بقى المنتشره في موضوع الرمد. هو الجزر غني بفيتامين ايه بس مش كل يعني مش اكتر حاجه، مثلا المانجا مثلا فيها فيتامين ايه اكتر من الجزر، مش معنى ان الارنب بياكل جزر مش ان هو بيلبس نظاره عشان مش لاقي حد يعمل له نظاره،
لكن هو فعليا الجزر بيعمل ايه؟ في فيتامين أ بيصنع يعني الصبغه اللي بتتكون في الشبكيه، فبيساعد انت تحافظ على نظرك الموجود، مش الهدف منه ان انت لو نظرك ضعيف يقوى، لان فكره ضعف النظر اللي انت مولود بيها دي هتفضل معاك طول عمرك، هي ملهاش حل، فانت الجزر ده بقى خليه للصلاه. ما تقول لنا يا دكتور كده اخبارك ايه مع المواعيد بقى؟ لا ده انا في الحاجات دي رخم قوي بصراحه، يعني انا اصلا من الناس اللي تحب زي ما انا يعني اديت لحد ميعاد لازم التزم بيه، انا من زمان حتى وانا في الكليه مثلا ميعاد المحاضره الساعه 9 لازم اكون موجود في المدرج الساعه 9. نفس الوقت احب لو انا اديت بقى حد ميعاد يجي يلتزم فيه ويجي لي في المواعيد. بالنسبه للشغل ده اتاثر عليا برضه في شغلي، انا مثلا عندي العياده من الساعه مثلا اقول انا هاجي الساعه 11 لازم المريض اجي له الساعه 11، حتى لو حصل تاخير يبقى في الحدود الغصب عني ربع ساعه 10 دقائق الكلام ده، ما بحبش المريض ينتظرني زي ما انا ما بحبش ان انا انتظر حد، فبحط نفسي دايما مكان الشخص، غير المريض طبعا يعني هو جاي قلقان عايز يطمن عايز يعرف عنده ايه عايز كذا، حتى الانتظار بتاعه بيبقى بيحس ان هو اطول من الطبيعي، فدايما انا بحب التزم بمواعيدي الصراحه، بحب الناس تلتزم معايا بمواعيدها. احنا عشرناك يا دكتور، صح؟ ماشي فريق ماشي كفايه علينا كده. فريق المره الجايه ان شاء الله. شكرا.